السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 3 لاعبين من المنتخب المغربي الأول سيلعبون مع الأولمبي المغربي، حيث قالت مصادر مطلعة أن عصام الشرعي مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة سيستنجد ب3 لاعبين من المنتخب الأول للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية بباريس 2024. وكشفت مصادر مطلعة أن عبد الصمد الزلزولي وأنس الزروري وبلال الخنوس سيكونون حاضرين في معسكر تدريبي للمنتخب الأولمبي. وكما سيسبق انطلاقة البطولة الإفريقية التي يحتضنها المغرب، وتأتي استعانة بالثلاثي الخنوس والزروري والزلزولي بقانون المشاركة مع المنتخب الأولمبي، بما أن أعمارهم لا يتجاوز 21 سنة. ووفق ما كتبته بعض الجرائد، فإن وليد الركراكي الناخب الوطني منح الضوء الأخضر لهؤلاء اللاعبين بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي عند الضرورة، وحتى يتسنى لهم تقديم الإضافة المطلوبة للمنتخب الوطني الذي يراهن على التأهل للألعاب الأولمبية. وإضافة إلى الثلاثي سالف الذكر، سيستدعي الشرعي لاعبين جدد مع المنتخب الأول المغربي، حيث سبق لهم للعب مع المنتخب الأولمبي، ويتعلق الأمر بشادي رياض وإبراهيم صلاح وبنيامين بوشواري وآخرين. وينتظر أن تشهد لائحة المنتخب الأولمبي العديد من التغييرات في المعسكر التدريبي المقبل. وبالنظر إلى الأداء الغير مقنع الذي ظهر عليه أشبال المدرب عصام الشرعي في الدوري الدولي أخيرا بالرباط، حيث انهزم المنتخب الوطني أقل من 23 سنة أمام كوت ديفوار ب2-1، قبل أن يفوز على طوغو ب2-0، ثم أوزبكستان ب3 أهداف لصفر بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.